السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ من مطبخ ملكة بحييكم ولكم مني مليون تحية. ويلا نصلي على النبي، كل من له نبي يصلي عليه. النهارده الفيديو ضرب نار كده، عشا عروسة بقى ولا حلة اتفاق ولا ايه؟ كل بلد بتقولها زي ما هي عايزة. زي ما انتوا شفتوا كده، اول حلة كانت تخديعة او تخديعة للمحشي. بشرت بصل وحطيت عليه شفشق طماطم وتبلته بملح وفلفل اسمر وبابريكا وكزبرة، وحطيت لها شعرة نعناع وركنتها. اول ما اتسبكت ركنتها وحطيت الحله اللي انتوا شايفينها دي. اول ما الميه تغلي هننزل بقى ونسلق فيها الطيور اللي انتوا شايفينها دي. بس زي ما انتوا شايفين برضو انا عملت 4 بصلات كده في الكبه. هاخد منها مقدار بصلايه وهتبلها عشان اتبل الطيور دي. بس قبل برضو ما نتبلها لازم نكون غسلينها كويس ومنضفينها من الريش وعايدين عليها في التنظيف ونقعينها ومظبطينها عشان الطيور متبقاش فيها حاجه، وبالذات اللي هي البلدي زي البط. التتبيله زي ما انتم شايفينها كده، انا حطيت مقدار بصلايه وحطيت لها ملح وفلفل اسود وحطيت لها بهارات فراخ، وحطيت جنزبيل وحطيت قرفه وحطيت مقدار ليمونتين وحطيت خل. تمام. تمام. وبقلبهم كويس كده وبتبل بيهم بقى الطيور. طبعا ذكر البط لازم يبقى متنضف كويس، واي حاجه فيه تشيليها. انا شلت والله منه الريش حتى بالملقاط، وتنقعيه، وقبل ما تنقعيه تكوني دعكاه بالدقيق كويس. وتنقعيه في المحلول الملحي بقى اللي هو الميه وملح وليمون وخل. والفراخ نفس النظام برضو تنقعيه تمام عشان الزفاره. وبعدين بعملها التتبيله دي وهنسلقه وندخلها الفرن. تمام. قولوا تمام. انا طبعا ما ربطتش الطيور دي. ليه ما ربطتش الرجل بتاعتها؟ ليه؟ عشان تبان بقى كبيره وحلوه كده، عشان دي حاجه عروس وعشا بقى، او حله اتفاق او عشا اتفاق، ولا مش عارفه بيقولوها ايه. بس هو ده كان عشا عروسه، وما شاء الله الله اكبر، يعني كانت الحاجه زي الفل. شايفين الحاجه وتبلتها زي ما انتم شايفين كده. وبعدين الميه هتغلي هنزل بيها في الفراخ. انا جبت بقى خله سنان وعملت بس الجناحه كده، عشان الجناحه بتبقى كده ساعات بتتكسر في السليق من التقليب وكده. فانا عايزاها تنيها على حالها عشان اما نيجي نحمرها وتخلص خالص تنيها زي ما هي كده. الميه كانت غليت بقى، نزلت بالذكر البط ونزلت بالفرختين وحطيت بصلايه وطماطمايه وحطيت عود قرفه وحطيت ورق لوري وحبهان. وحطيت بقيه التتبيله اللي كانت نازله على غطا الحله. واحط كل ده واحط الحاجه تستوي. تمام. احنا هنسلقها وبعدين هنعمل لها تتبيله برضو وندخلها الفرن ونعمل لها فحم كده عشان تبان مشويه وتبقى ريحتها زي الفل. وعقبال ولادكم كده. قولوا يا رب. وعقبال ولادي قولوا امين. دي التسبيكه بقى اللي انا كنت عاملاها في الاول. زي ما قلت لكم كانت بشره يجي 4 بصلات ونزلت عليها بشفشق طماطم وتبلتها بملح وفلفل اسود وكزبره وكمون. كمون اهم حاجه في تغذيه المحشي زي ما قلت لكم. و... وحطيت شعرة نعناع ناشفة او خضرة الموجود عندك. نزلت بكمية كيلو رز. ودي تشكيلة خضرة، كزبرة وبقدونس وشبت، وخرطتهم كويس. وطبعا غسلاهم ومنضفاهم كويس وخرطتهم زي ما انتم شايفين كده. وبعدين نزلت بالكمية على الرز بعد ما احط الرز الاول. تمام. وقلبت كله على بعضه. تبقي مظبطه ملحك. ودي تخديعة محشي، بس احنا مش هنعمل محشي ولا كرنب ولا بتنجان ولا حاجه. شوفوا دلوقتي ده انا مروقه على العروسه. قولوا لي بقى في التعليقات انا مروقه عليها ولا مش مروقه، وحلو العشاء دي كده وشرفت صاحبتي ولا ما شرفتهاش ولا ايه. كده في الطاسه دي حطيتها بقى، وحطيت كميه لحمه مفرومه. طبعا ما حطيتش ماده دهنيه، انا حطيت اللحمه المفرومه هي بتنزل دهونها. واول ما بتغير لونها كده بنزل بالبصل عليه. بوريكم ان الحله اللي معايا شغاله اهيت. دي بقيه البصل المبشور اللي انا عملته. خدت منه بصل قيمه بصلايه للتتبيله بتاعه الطيور. خدت بقى الباقي حطيته على اللحمه، وبعد ما لونها اتغير ويعني حوالي برضو 3 بصلات نزلت بهم على اللحمه المفرومه. بوريكم بقى الفراخ اهي وبقلبها. طبعا انا عيني مع الطيور ليه؟ عشان ما كنتش عايزه الفراخ تتهري، لان الفراخ مش هتاخد سوى ذكر البط، لان دي فراخ بيضه وعايزاها تنيها على حالها، لا تتهري مني ولا شكلها يتغير. كده اللحمه بقى كان البصل اتدبل معانا. نزلت بطماطميه كده مقطعه وحطيت معلقتين صلصه. ودي فلفل الوان اخضر واحمر واصفر برضو. وهنزل بكميه كوبايه ميه اهيت. وبعدين اتبلها بقى بملح والفلفل الاسمر وبابريكا برضو وكزبره. ولو عندك بهارات فراخ حطي، تديها ريحه حلوه، او ال7 بهارات تبقى ريحتها روعه. دي لحمه مفرومه عصجتها. والحله اللي جنبها ده حاطه ميه بتغلي اهي. هنزل برضو بكميه كيلو مكرونه. حطيت في الميه ملح ونزلت بالمكرونه اقلام.
اول ما تتسلق برضو هصفيها في المصفى. حطيت على اللحمه المفرومه ديت توم مبشور. التوم بيديها روح، يعني ريحه حلوه. في الاخر كده بيبقى توم فريش كده، ريحته حلوه، ما تحطوش في الاول ولا اي حاجه، في الاخر كده بيبقى فريش، ريحته جميله، بيديها ريحه وطعم، بتبقى معسله. تمام كده. اللحمه المفرومه اتعصجت معانا، هشيلها بقى واسلق المكرونه. طبعا المكرونه برضو ما بسلقهاش قوي لان لسه هتاخد سوا مع البشاميل. احنا هنعمل صينيه مكرونه بشاميل. فاحنا عملنا من البشاميل ايه دلوقتي؟ اللحمه المعصجه، ركزوا معايا. وسلقنا المكرونه، برضو المكرونه 5 دقايق كده وهشيلها نص سوا. مش هسلقها قوي عشان ما تتهريش وتبقى طريه معايا في المكرونه، او ما نرصها في الصينيه كده. الفراخ كانت استوت، او يعني ايه، مش عايزاها تتهري زي ما قلت لكم. هطلعها واسيب دكر البط يتسلق براحته، وما اجي احط الملح والفلفل الاسمر هنزل بالفراخ تاني تاخد لها غلو. تمام، ركزوا معايا. هطلع بقى الفراخ في الصينيه ديت واصفي شوربتهم كده، واقلب الدكر البط على بطنه عشان يستوي كويس. واما اجي ايه احط الملح، هرجع الفراخ زي ما قلت لكم. تمام كده. سيبنا موضوع الطيور، نرجع تاني للمكرونه البشاميل. دي حل بقى لمطرح سلق المكرونه. حطيت فيها كميه سمنه زي ما انتم شايفين كده، لا بأس بها، كميه كبيره عشان هنعمل كيلو مكرونه، فهنعمل بشاميل كتير ان شاء الله. حطيت حوالي 12 او 13 معلقه دقيق زي ما انتم شايفين كده، او اللي متابعني برضو انا عاملاها قبل كده. فبحط السمنه الاول وبنزل بمعلقه معلقه، بحورها كده في السمنه لحد ما تتحور معايا، وبتنني معاها. وطبعا بحط مع يعني كميه سمنه كتير عشان ايه، تمشي او تلف مع الدقيق. والدقيق يا دوبك يعني مش بحمره، يا دوبك بيتحور كده مع السمنه. بنزل عليه باللبن المغلي، كنا غاليه اللبن برضو. وبزود بقى شوربه او بتزودي ميه، هو المفروض لبن بس انا بزود صراحه ميه. طبعا الميه الشوربه بتغمقه، انا عشان كده كنت بس بزوده بقى ايه، ميه مغليه. وبصراحه بيديني طعم حلو، وبتبقى طعمها كريمي كده وجميل، هتشوفوا دلوقتي. وريحتها بتبقى تحفه. كده بتنيني بقى معاها لحد ما بوصل للسمك اللي انا عايزاه في البشاميل، وبتبله بالملح والفلفل الاسمر. طبعا شعرة فلفل اسمر مش كتير عشان ما تغمقوش، احنا عايزينه ابيض كده وايه زي الكريمه. وهحط له كميه جبنه موتزاريلا دلوقتي وهلفها فيه، هتديله طعم حلو برضو زي القشطه كده وللمكرونه. كده السمك اللي انا عايزاه بقى اهو، شوفوا، لا خفيف ولا تقيل، يعني لا تقيل قوي ولا خفيف يبقى ميه. تنيكي معاه كده ولحد ما ايه، طبعا بدوق الملح بتاعه برضو، لو الملح بتاعه إيه قليل بتزوديه وتظبطيه كده الملح بتاعه عشان تبقى حاجتك مظبوطه وماشيه حلو. طبعا في حاجات ما ينفعش اقولك حطي قد ايه ملح، ده المقدار ده ما اعرفش اقوله، يعني انت بتدوقيه. دي بقى كميه الجبنه الموتزاريلا برضو هحطها كده، هلفها فيه، تبقى زي القشطه، بتديك مطه كده حلوه قوي. تمام كده. هنبدأ نرص بقى الصينية بتاعتنا. انا خلصت البشاميل وسلقنا المكرونة، عملت اللحمة المعصجة اهيت. هنبدأ نرص المكرونة. هرص الصينية عشان هبدأ بقى ادخل في الفرن. هشغل الفرن اكون مسخناه. طبعا المكرونة هحطها على الصاجة التانية واكون قايدة من تحت ومن فوق. اول ما بتصفر من الجناب كده هي بتتحمر من الوش وبتطلع على طول. تمام. دي نص مقدار المكرونه. هحط عليه برضو كده 3 4 معالق كده لحمه معصجه، وايه هقلبهم على بعض. وفي الصينيه هحط في الارضيه زي ما انتوا شفتوا كده البشاميل من الارضيه، عشان لما اجي اطلع في الاخر لما تستوي كده وتهدى وتبرد تطلع معانا خرط. خدوا بالكم الطريقه دي حلوه قوي، بتدي تعسيله للمكرونه، ان انت تحطي على البشاميل معلقتين 3 لحمه معصجه، بيديها طعم جميل. وبرده بحط لحمه معصجه طبقه في النص بين الطبقتين. حشت برضو اهوت من اللحمه المعصجه للطبقه التانية. وحطيت بقيت كميه بقى اللحمه في النص اهيت، لازم نحط طبقه في النص بين المكرونه. وحطينا برضو على المكرونه والبشاميل حبات كده، حبه هم في الطبق، هحط عليها بقيت كميه المكرونه وهنزل عليها بالبشاميل وهعمل الطبقه التانية. ودي المكرونه البشاميل بتاعتنا. وكده انا بدات اخلص بقى صينيه المكرونه، وطبعا ايدين الفرن زي ما قلت لكم، وهبدا ادخل الفرن وهبقى شغاله من فوق ومن تحت. دي المكرونه هتخش اهي، وبعدها اقوم مدخله برضو ايه الطيور تكون خلصت، هتبلها واقوم مدخلاها برضو احمرها كده ونظبطها. كده كانت الطبقه التانية للمكرونه. وبرضو حايشه بشاميل هحطه على الوش بقى كريمه كده، عشان كده انا مزوده كميه البشاميل عشان مش هسيبها كده تنشف معايا، كده هتبقى ناشفه الوش بتاعها، المكرونه هتنشف في السوا. لازم يبقى في طبقه بشاميل فوق كده اهيت، تديكي بقى طبقه كريمي فوق كده، وتديكي طراوه للمكرونه، وتيجي تقطعي تتقطع معاكي خراط ان شاء الله، طعم تحفه وكانت تجنن.
طعمها كان جميل. كده خلصنا المكرونه بقى وهدخلها الفرن. تمام، قولوا تمام. ما تنسوش اللايك بقى، اوعوا تنسوا اللايك. كده التخديعه هنعمل ايه بالتخديعه بقى؟ اهيت هنعمل ممبار. ايوه، ما انا مروقه على العروسه بقى، ده عشا عروسه يا جماعه. مش هنعمل بقى كرنب ولا بتنجان ولا الحاجات دي. شايفين التخديعه بتاعتنا؟ ولا صيصه ولا عامله ميه ولا اي حاجه. رزنا كده بيبقى ناشف وحلو. كده الممبار برضو انا غسلاه ومنضفاه وكنت نقعاه، كان عندي في الفريزر اصلا. للي مش متابعني يشوف الفيديوهات قبل كده، ولو عايز يشوف تفاصيل التعبيه برضو انا رافعاها قبل كده. بمسك حته الممبار كده وبعبيها من فوق، وبعبي يعني بعبي من الجنب ده ومن الجنب ده، وخمش الرز بقى لحد ما يقابل بعضه وايه، واوصل للسمك اللي انا عايزاه. طبعا ما بملهوش قوي عشان كده كده ما ينفجرش منه، او الرز كده كده بيطلع في الميه. طب ليه خساره؟ خدوا بالكم من حته خساره دي، ما عادش حاجه رخيصه. فانتي بتحطي بقى الكميه اللي انتي عايزاها وبتمشيها كده، ولو في زياده برضو تطلعيها. وبسويها لحد ايه ما بوصل زي ما قلت لكم للسمك اللي انا عايزاه، وما بملهوش قوي لان الرز بيزيد، الرز ايه بيزيد. تمام. وهعمل برضو معاكم اللي بيتربط ده زي السبحه، وهعمل الحتت زي كده صوابع صغيره. إيه كده كان الدكر كان استوى. هحط بقى الملح والفلفل الاسمر اهوت، وهحط الفراخ معاه تاخد غلوه، وهطلع بقى البط والفراخ مع بعض. تمام، قولوا تمام. وهعمل لهم التتبيله وادخلهم الفرن. اهي الفراخ رجعتها عشان تاخد غلوه وتاخد ايه من الملح بتاع الشرب، لان مهما هنحط لها مش هتخش للحمه. التتبيله هتبقى من بره واللحمه من جوه دلعه. تمام. شايفين الشوربه تحفه، والحاجه ما تبقى متنضفه كده وحلوه الشوربه ريحتها وطعمها كانت معسله. كده الفراخ في الصينيه اهي بقى، عبال ما اعمل لها التتبيله ونتبلها، والدكر برضو هحطه في الصينيه. وكده كنت خلصت برضو الممبار. بقول لكم كده بنعبي كده او كده براحتكم، للي مش شافني قبل كده يعني. بس ما تسيبيش عليه رزايه من بره. هحط دكر البط في الصينيه اهوت اللي هدخله فيها الفرن، بس ما اعمله التتبيله انا مش هدخله على الشكل ده. كده هبدا اربط بقى الممبار زي ما انتوا يعني للي متابعني يعني. هعمل كده زي ما انتوا شايفين كده، هعمله بفتل ويبقى زي السبحه كده، كوارير كوارير كده، كرة كرة. بيعمل بقى زي شكل الكرة برضو، مش بيعمل شكل الصابع يعني، هو ما بيستوي بيعمل شكل الكرة مكور كده. هتشوفوها دلوقتي بقى يعني بنعملها ازاي بقى. زي ما انتوا شايفين كده بقطع فتله وافضي من النص اهوت، واقوم ربطاها وافضي من النص، ما يبقاش فيه رز كده بين الحته والحته، واقوم ربطاه بحيث ان احنا بعد كده يتسلق ويتحمر على نفس الشكل ده. بنقصه بقى ونشيل الفتلاية يديكي شكل الكوره. هوريكم دلوقتي وهتشوفوا محمرها شكله تحفه وشكله جميل وطعمه كان جميل. طبعا التخديعه فيها بصل، فيها طماطم، فيها خضره، حاطه فيها نعناع. ممكن برضو تحطله شعرة شطة لو عايزة تحطله شعرة شطة، بس الفلفل الأسمر برضو بيقوم بالحكاية دي. كده كنت خلصت اهو السبحة، والحتت دي هعملها بقى صوابع، يعني هنبقى معانا كور وصوابع ومروقين على الموضوع. قولولي بقى كان عشا حلو كده ولا ايه؟ طبعا دي مية بقى غليت، مية غليت من الشوربة، نزلت فيها بالممبار. حطيت برضو الكبير الأول اللي هو السبحة ده لأنه حتت طويلة، وبعدين نزلت بالصوابع دي عشان صغير، كنت عاملة صوابع صغيرة. وكده هنسلقها بقى. الميه ديت ما بتحتاجش لا طماطم ولا بصل ولا حاجه زي ما انتم شايفين كده. هو مجرد ان انت ممكن تحط لها بس ملح وفلفل، عايزه تحطي حبهان ورق لورا عود قرفه ماشي كريحه. كده مش محتاجه لان التغذيه ريحتها حلوه، والممبار متنضف وكويس وما بيديكيش اي روايح، يعني هو ريحته حلوه من اللي فيه يعني. بس عايزه تحطي في الميه حطي، بس هو اخره ملح وفلفل اسمر وخلاص على كده. اول ما بيغلي زي كده بقى بنوطي عليه ونسيبه كده يستوي براحته. ده رز بياخد سوى الرز. اول ما بيغلي ونسقطه كده زي ما انتم شايفين، وتمسكي طبعا عايزاه صوابع تحطيها مفروده، عايزاها متنيه تمسكيها من الحرفين كده وتنزليها. وهو الممبار اول ما بينزل الشوربه بيقوم ايه لامم على بعضه كده. واول ما الميه بقى اول ما بيغلي بنقوم موطيين عليه ونسيبه يستوي براحته خالص زي الرز كده. وتشوفي بقى هتعملي ايه. وعلى فكره ممكن عشاء العروسه ده يبقى مشروع من البيت، ممكن واحده تعمله الكحك والبسكوت والحاجات دي. هو غلي معانا اهوت الممبار، هوطي عليه بقى واسيبه يستوي براحته. وممكن توربي برضو الغطا شويه بحيث ان ما ايه ما الغليه الميه ما تكبكبش بره كده على البوتاجاز وتبوظ الدنيا.
ونهدي عليه كده ويستوي زي الرز كده. واول ما نلاقيه استوى كده بنشيله بقى من على البوتاجاز وناخده ايه نصفيه في الحط. تكون حاطه مصفى تقومي ايه كبه في المصفى وتصفي ميته. كده هنعمل تتبيله ايه الطيور اللي هي الفراخ وذكر البط. دولت حوالي ايه 6 طماطمات عملتهم. طبعا هتعملي كميه حلوه. وحطيت عليهم قرنين فلفل، حطيت بصلايه، حطيت ايه حبه توم كده انا ايه مفرزاه، وحبه ميه، وهنقوم ضاربينه. بعد ما تتضرب بقى هحطها في طبق واتبلها. واخدين بالكم؟ يبقى طماطم، بصلايه، قرنين فلفل، إيه مثلا كام فص توم كده وتضربيهم. ماشي. دي تتبيله الطيور او الفراخ او البط، انا عاملاها قبل كده معاكم برضو. وهحطها في الطبق اهيت وهتبلها بقى واحط لها ملح، احط لها بهارة فراخ، احط لها فلفل اسمر وبابريكا، وهحط لها برضو كزبره ناشفه، وتحطي جنزبيل، قرفه. كل دوت بيدي طعم وريحه حلوه. ممكن تحط لها ليمون، بس انا ما حطيتلهاش ليمون لان انا بصراحه متبلاها ونقعاهم في ليمون كتير ودعكاهم بالليمون، يعني ما خليتش حاجه تبلتهم كويس يعني ونقعتهم كويس. دي بهارات الفراخ اهيت، ملح وفلفل اسمر، دي كزبره، لا بابريكا، والكزبره اهيت، دي شعرة شطه. تمام. عندك كل حاجه حطيها بقى، يعني حطي ليمون. انا ما حطيتش ليمون بصراحه. كده هبدا اتبلهم بقى. هتبل دكر البط الاول اهوت، وبعدين ادخله الفرن. كده تبلته. وهتبل الفراخ رخرة. طبعا الفراخ بتبلها من تحت ومن فوق، والدكر البط برضو حطيت تحت في الصينيه عشان ما تتحرقش. وفي التحميره انا مش هحطهم على الصاج، انا هحطهم على الشبكه من فوق قرب الشوايه. وبقلبهم، ما بعملهمش من ناحيه واحده. بص انا قلبهم على بطنهم ازاي، ودكر البط نفس النظام. وبقلبهم بقى برضو، بطلعهم واقلبهم على جنبهم، واقلب على الجنب التاني. يعني بقلبهم 4 مرات، مش ان انا بديهم وش تحمير كده واقوم مخرجاهم. الحله دي بقى بعمل رز بسمتي. حطيت كميه زيت، حطيت عود قرفه، حطيت حبهان، ورق لوري، ليمون لومي. وبعدين نزلت مع كوبايتين رز بسمتي، اكون غسلاه كويس طبعا. وحطيت زعفران، وحطيت شعرة زعفران، وحطيت الملح. تمام. وبنزل على الكوبايتين الرز بياخدوا 4 كوبايات ميه مغليه. واول ما بيغلي بوطي عليه واسيبه يستوي. اللي انا بقطعه ده، انا بقطع القوانص بتاعه الطيور. طبعا حقهم يعني، حاجة الطيور انا مش هاخدها. قطعت القوانص بقى وحطيت كمية زيت زي ما انتوا شايفين كده، والقوانص استوت. مش استوت يعني، بتاخد لها غلوتين كده بحيث ان هي بتاخد سوا عن الكبدة. فحطيت القوانص الاول، وبعدين نزلت بالكبدة، وبعدين هتبلهم واحط لها توم وفلافل كده واظبط عليها. انا ما حطيتلهاش لا بصل ولا طماطم. ماشي. شفت المية اللي نازلة ديت، هي تستوي بيها. دي ميتها نازلة بيها. حطيت ملح اهوت، وهحط فلفل وكمون اهو، شعرة كزبرة. كزبرة بتديها ريحة تحفة. وهحط لها توم برضو. كده بدأت ان انا اقلي الممبار. دي الصوابع اهيت بوريها لكم. الكبد والقوانص فاضل لها التوم وفاضل لها الفلافل. خدوا بالكم ان انا لسه سايباها تشرب ميتها. بعد ما تشرب ميتها بقى هزود لها الحاجات دي. كنت بوريكم السبحه اهو انه عامل زي الكور، بس لسه هنحمرها. انا حمرت الطاسه الاول الصوابع ديت. بوريكم بقى الحاجه على الفرن. حطيت الفلافل الالوان اهيت على الكبد والقوانص والثوم. واحنا حاطين ملح وفلفل قبل كده، والكزبره والكمون مخلين ريحتها تحفه يعني. الممبار بيتحمر معانا بقى. وكده كانت المكرونه طلعت. ودخلت دكر البط، دخلته الفرن هيتحمر برضه. انا بحمره على بطنه وبقلبه على الجناب. بحمر من الجنب ده ومن الجنب ده، وبعدين اقلبه على ظهره، واقوم محمره من يعني بيبقى تحت الشوايه على طول. محمره من على بطنه واخرج. والفراخ نفس النظام، بقلبها مش بحملها وش من فوق وخلاص. على كده بتبقى متحمره من جميع الجوانب. تمام. كده الممبار اهو، ده السبحه اهوت الكور. بوريكم الحاجه كده. الفراخ كده انا حاطه بوريكم ان انا بعمل فحم. بحشلكوا الاول الفحم اهو في الجنب، والحاجه كده خلصانه. المكرونه اهيت. هنبدا بقى حاجتنا بتخلص. الممبار
هجيب لي الممبار بقى فحمية واحطها فيه برضو. الرز البسمتي اهو، كبد والقوانص. كبد القوانص كانت ريحتها تحفة، ولا فيها زفارة ولا اي حاجة. الثوم والكزبرة مخلينها تحفة. كده برضو هحط فحمية اهي، انا عاملة كمية فحم حلوة يعني، واحطها واحط عليها نقطة زيت واقوم مغطيه. ده كربات خرج اهو تحفة، شوفوا من جميع الجوانب محمر. هحط له برضو ورقة فويل واحط له حتتين فحم اهمت، وهطشها بالزيت واقوم مقفله بورقة الفويل. طبعا ما عنديش غطا للمستطيلة دي، ورقة فويل على طول. وهي ام العروسة خدتهم نفس الشكل ده. يبقى كده المكرونة، الممبار، دكر البط، الرز البسمتي اهوت، الكبد والقوانص. كده اللي فاضل الفراخ اهي خرجت كمان. بص مقلوبة على جنبها ازاي، عشان تعرفوا ان انا بقلبها من على جميع الجوانب، ما بكدبش عليكم. مش من جنب واحد واحمرها واخرجها، لا، من جميع الجوانب. برضه هحط لها فحم. خدت طبق من الممبار وهحط فيها اهوت الفحمايه، وطشتها بنقطه زيت، وهغطيها بغطاها. دي ليها غطا. كده حاجتنا كانت خلصت بقى. هبدا ان انا ارص في الاطباق الفويله، عشان ام العروسه كانت جت عشان تاخدهم وتتكل على الله تروح توديهم شقه العروسه. حطيت بقى شايفين الكور الصغيره دي، هي دي السبحه اهي. شايفين الكرة الصغننه شكلها تحفه. كده بدأت ان انا ازوقه لها برضو بحتة فلفل. ده الرز البسمتي بقى برضو هحطه في طبق الألمونيا دوت، بحيث انها تعرف تاخده، مش هنديها الحلة يعني. ده الرز البسمتي اهو بقى. وهحط برضو في النص كده بشكل حلو كده الكبد والقوانص، والخضرة اللي انا كنت حيشاها من تغذية المحشي، الخضرة الخضرة اللي هي الكزبرة دي. هزوق بيها برضو كده، اديها رشة، وهدي رشة على الممبار. كده بظبط الطبق الرز البسمتي، والحته اللي في النص دي وطيتها كده هحط فيها الكبد والقوانص زي ما انتوا شايفين كده. هبدا ازوقها لها برضو، واحط فيها حاجات حلوه كده عشان بقى نشرف العروسه. قولوا لي بقى في الكومنتات كده، شرفت العروسه ولا ام العروسه ولا وكده كان حلو كده كعشاء عروسه ولا عشان اول مره اعمل عشاء عروسه بصراحه. شوفي شكل الكبد والقوانص تحفه، وطعمها وريحتها تحفه. الخضره هي اللي زوقت بيها. وهحط هنا برضو العود القرفة والليمون بتاع الرز البسمتي. ودي كانت حتة كده من من قرن فلفل زوقت بيها. ودي كانت صينية العروسة بقى وعشاء العروسة، بوريهولكوا اهو ان هو بعد ما غلفته لها بالفويل. ومبروك عليها وبالهنا والشفا للي كل. وعقبال عندكم كده يا حبايبي يا رب، وعقبال ولادي يقولوا امين. وزي ما انتوا شايفين كده كانت دي الحاجة كلها. وقولوا لي بقى تسلم ايديا ولا لا. واللي بيشوفني لاول مره كده يخش ويشترك في القناه ويشجعنا عشان نكبر ان شاء الله. واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.